مساءك سعيد الفنان ياسر عظمي. مرحبا. باستثناء عمل وحيد سينمائي ويتيم اسمه الرجل الأخير، توالت أعمالك التلفزيونية ومن قبل المسرحية، ودعني أيضا أصارحك أن هناك فقر في أعمالك المسرحية. أيعتقد الفنان ياسر العظمي أن التلفزيون يقترب بنا كفنانين وكإعلام من نبض الناس أكثر، وبالتالي اقتصرت أعماله في السنوات الأخيرة على التلفزيون فقط؟ أخي الكريم، التلفزيون هذه الآلة السحرية. التلفزيون أكثر انتشار وأكثر شمول، فلذلك إذا أردنا أن نعالج فكرة فأنا أحب أن أعالجها عن طريق التلفزيون، لأنه يصل إلى كل بيت، لا يكاد يخلو منه بيت. ومسؤولية التلفزيون مسؤولية كبيرة وخطيرة، لذلك فعل الفنان أن يجود من أعماله وأن ينتقي وأن يتخير لمواقع أقدامه وأن يكون قدوة حسنة في كل المجالات الثقافية والحضارية والاجتماعية والتربوية والنفسية. لذلك فأنا أرى أن الأعمال التلفزيونية مفيدة للناس أكثر، نستطيع أن نقترب منها من كل فؤاد، من كل عقل، من كل لب، من كل إنسان، سواء كان هذا الإنسان صغيرا أم كبيرا. التلفزيون ليس لانتشار الفنان كصورة. أنا لا أحب أن يحفظ الناس اسمي أو يحفظ الناس شكلي، أحب أن يكون صوتي ذا فائدة وأن يصل إلى كل الناس. كان هناك سؤال وأنت تتجه بما تقدمه للناس بمقولتك بعملك مرايا، هذا العمل الملفت، العمل المتميز. كان هناك الحقيقة سؤال، طبعا كان من الواضح بأنه الفنان ياسر العظمي هو المؤدي الممثل، هو الكاتب، هو المؤدي الغنائي الدرامي، هو الذي صاغ العمل. بدي أسألك بكل صراحة على مركزية العمل بيد شخص واحد. أليس من الأفضل أحيانا الفنان ياسر العظمي أنه مثلا يكون في كاتب كلمات أغنيات متخصص، وأنه يكون في مثلا صايغ ألحان أو مبدع ألحان أيضا متخصص، وأنه مثلا تنصب مهمة الفنان ياسر العظمي بالذات على الصياغة الدرامية وعلى التألق الفني أثناء الأداء؟ ما المانع أخي الكريم فيما إذا وجدت في نفسي المقدرة على أن أكتب الكلام وأن ألحن وأن أكتب الموضوع؟ ما المانع إذا كان ما أقدمه خفيفا مقبولا جميلا يستقبله الجمهور برحابة الصدر؟ فأحيانا تكاد تجد أنه لا أحد يفهمك في صلب عملك الذي تريد أن تطرحه على الناس إلا نفسك ذاتها. فمن هذا المنطلق أحاول وعلى هذا الدرب أسير. يرهق شيء برامج المنوعات يا ترى أفكار كهذه الأفكار اللي عم نقدمها، أو طريقة صياغة كهذه الطريقة؟ يا ترى هل الكلام باللغة العربية الفصحى يعتبر عبئا على برنامج منوعات؟ يعني أنا كتير فكر بهالموضوع، ما بعرف ليش. أخي الكريم، لا أدل ولا أصدق من أن اللغة العربية الفصحى تستجيب لحاجات الحاجات اليومية ومتطلبات الحياة من أننا نحن الاثنين نتكلم هذه اللغة الجميلة ويتدفق الكلام على أفواهنا كما تتدفق اللغة الشعبية. بالعكس، اللغة هي سجل فخارنا، وهي اعتدادنا. عفوا، أنا لست متشنجا ضد لغتي الأم وأستخدمها في أسئلتي. نعم. كمذيع ليس لي المشروعية إلا أني أطرح أسئلتي باللغة العربية الفصحى، لكن عم بسأل على حقوق الضيف في أنه يتوجه لمن يتابعه باللهجة العربية التي يفهم. يعني أحيانا هناك كثير من الأفكار الجادة لا تستطيع أن تصوغها إلا باللغة العربية الفصحى، وإن أنت استعملت اللغة الدارجة فإن هذه الفكرة سينتقص من قدرها. وأجد نفسي أحيانا ملزما أن أتكلم اللغة العربية الفصحى لأنها أشد بيانا وأعلق في الأذهان والأفهام والنفوس والأفئدة مما لو تكلمت اللغة العربية الدارجة. هناك بعض البرامج الخفيفة يجب أن نستعمل اللغة العربية الفصحى فيها، وليس كل الممثلين يتقنون هذه اللغة الحبيبة. مثلا أنا إذا بدي أعمل برنامج مثلا مرايا باللغة العربية الفصحى، لا أستطيع أن آتي إلى اللحام وأقول له من فضلك أعطني أوقيتين
من اللحم الطازج، أو رحت مثلا لعند بغجاتي أو بياع حلو وقل له أعطيني كيلو ويني من الكنافة المدلوقة ومثلها أو ضعفيها من قطايف العصافير. هذا مدعاة الضحك والسخرية. لذلك المواضيع الشعبية تحتاج إلى اللغة الشعبية، والمواضيع ذات المحتوى وذات الفكر الملتزم والهادف والجاد تحتاج إلى اللغة، لأنها أكثر وضوحا وبيانا. على ذكر اللغة التي هي أكثر وضوحا وبيانا، كان هناك الحقيقة التزام بالأكثر وضوحا وبيانا في مجال المسرح العالمي في بدايات الفنان ياسر العظمي، اللي بيقولوا إذا سمحت لي بأنه بدايات الفنان ياسر العظمي بدأت من المرحلة الإعدادية والثانوية، عندما كان يؤدي بعض الأدوار المستمدة من شخصيات مسرحيات ويليام شكسبير، هنريك إبسن بيت الدمية مثلا، وجورج برنارد شو. لطالما خطر على بالي الحقيقة، وأنا أتابع كمتفرج عربي ونحن نتابع كمتفرجين عرب، طالما ألح على الذهن سؤال يتعلق بالفنان ياسر العظمي. كويس، أنا بعرف أنك أديت أدوار لجورج برنارد شو مثلا، ماذا استفاد ياسر العظمي على سبيل المثال من ظرف برنارد شو الأديب الساخر العالمي المعروف؟ أخي الكريم، أشكرك على هذا التذكر الرائع. لقد أرجعتني في لحظات إلى أيام أو ذكريات البداية، عندما كنت تلميذا فطالبا، ومن ثم شابا يافعا في الجامعة. بدأت أعمالي الفنية بأعمال جادة على مستوى الهواية، رغم حداثة سني في ذلك الزمان. عام 1920 سامحك الله. ثم أخذت تستوقفني بعض الأعمال المتهكمة الساخرة الناقدة، فكنت أختار بدقة ما تقع عليه يدي من نصوص مختارة، فأعدها وأقتبس منها. طبعا ليس كتلك المسرحيات التي نشاهدها اليوم على شاشاتنا العربية وعلى مسارحنا العربية. صحيح إن بعض هذه الأعمال ما هو خفيف ومقبول، ومنها ما هو ممجوج وثقيل وليس إلى احتماله سبيل. بعض هذه الأعمال التي تنتشر حاليا بعضها لا يعتمد إلا على النكات المكشوفة والصراحة المبتذلة والمواقف المفتعلة، لا تعتمد على فطنة المشاهدين. أحاول الآن في برامجي كما أشرت قبل قليل أن أستفيد مما قرأته من برنارد شو وظرفه وتوفيق الحكيم سبب وعمقه. سؤالي أستاذ ياسر أنه شو استفاد الفنان ياسر العظمي على سبيل المثال من ظرف جورج برنارد شو. راح أروي لك الواقع إذا سمحت لي، سأروي لك لوحة من مرايا لكن تتعلق ببرنارد شو. لاحظ معي المرايا المتعلقة بهذا الزمان. على سبيل المثال، هذا الأديب الساخر العالمي بزمانه دعي لحفلة، حفلة ساهرة، فراح بثيابه العادية مثل ما نحن الحقيقة بيخطر على بالنا بأنه روح بثيابي اللي بلبسها من الصبح إني روح على الحفلة. فمنعوه من الدخول بحجة إنه هذا حفل رسمي، بدك تكون لابس سموكن، بدك تروح تلبس طقمك الرسمي الكامل الذي يليق بسهرة من هذا النوع. برنارد شو ما عمل شيء غير إنه رجع على البيت ونادى للشاب النادل اللي بيشتغل عنده وسلموا طقمه وقال له روح. بعت لهم طقمه يحضر الحفلة، إنه طالما أنتم حابين إنه فعلا إذا خلي طقمي يعني. هي مرايا من أسلوب صحيح. يعني عرجت كثير أنا على أفكار كثير من الأدباء والمفكرين العالميين لأقتبس الفكرة وأوعد عنها، وأحاول الآن في برامجي ألا يكون الهدف الأساسي هو الإضحاك فقط، وإن جاء هذا الإضحاك أحيانا على غير قصد، وإنما أحاول أن يشتمل المحتوى على نقد الناس، على تعريتهم، على كشف طبائعهم وسلوكهم وحركاتهم وسكناتهم. أنا أحاول أن ألتقط من الناس قصص، من هون بسمع قصة، من هون بسمع سيرة، من هون بسمع نكتة. أحاول أن أخذ من الناس وأرد إلى الناس، أضع هذه الأفكار، هذه القصص بإطار فني، أحاول أن يكون جميلا أو طريفا، ثم أرد بضاعتكم ردت إليكم بقليل من الوظيفة الفنية. فيجب أن تبقى هذه الأعمال
عالقة ولو إلى حد ما في البال. أخي الكريم أستاذ مروان، بدي أقول لك طبعا أنا عم بحكي في مثاليات الفن. طبعا أنا في النهاية شخص يسير على الدرب ويحاول لكي يتعلم من أخطائه، من عثراته، من هناته. أفتح أذني على النقد الذي أجد أنه من مصلحتي أن أستمع إليه وأن أعمل به. طبعا هناك أشياء الإنسان ينظرها يقولها نظريا تبقى جميلة، ولكن عندما ينفذ تنقص هذه النظرية كثير من عناصرها، ولا تزال المقولة معروفة بين النظرية والتطبيق والهوة الشاسعة التي تفصل بينهما. لذلك فنحن نحاول محاولات أرجو أن تكون جدية، وهذه أولى خطواتي على الدرب في برامج مرايا. تحية لك وإلى اللقاء. الله يخليك، أهلا شكرا وسهلا. جزيلا لك. شكرا.